السلام عليكم متابعينا الكرام. سوف نتحدث عن مرض جنون البقر الذي تسبب فيه البشر. في بادئ الأمر أراد بعض مربو المواشي زيادة إدرار ألبان مواشيهم لزيادة أرباحهم، وقد لبت لهم بعض الشركات هذه المطالب بأن أنتجت لهم أقراصا بروتينية لإدرار ألبان هذه المواشي، ولكن صنعت هذه الأقراص من لحوم الحيوانات الميتة ومن بقايا المسالخ أجلكم الله. ولكن لم تدرك تلك الشركات بأنها قد خرقت حدود الطبيعة بأن أطعمت هذه اللحوم الميتة وبقايا الحيوانات إلى حيوانات خلقها الله لتأكل الأعشاب، وقد أدى هذا الخرق بدوره إلى العديد من المشاكل، وظهرت العديد من الأمراض على تلك المواشي. وبدأت بالخراف، بأن بدأت الخراف تجن، وعند الكشف على أدمغتها لوحظ أن أدمغتها بدأت تشبه الإسفنج، وأن هنالك ثقوبا كبيرة في تلك الأدمغة. ولكن لم يبالي أولئك الناس الذين أرادوا جني أرباح كثيرة بهذه المشاكل، وقد تم ذبح تلك الخراف وتم تصنيع تلك الحبوب البروتينية من تلك الخراف المريضة. ولكن عندما أطعمت تلك الأبقار هذه الحبوب التي صنعت من لحوم الحيوانات التي أصيبت بذاك المرض، انتقل المرض إليها أيضا، وبدأت تجن تلك الأبقار. وعندما تم الفحص على أدمغتها لوحظت أيضا ثقوب كبيرة في تلك الأدمغة التي بدأت تشبه الإسفنج. وسمي هذا المرض لدى البقر بمرض الدماغ الإسفنجي البقري. ولم يدرك أولئك المزارعون بأن هذا المرض قد ينتقل إلى الإنسان أيضا كما انتقل إلى الأبقار. ولكن بدا هذا الأمر جليا عندما أكل بعض البشر لحوم بعض الأبقار التي كانت مصابة وأصيبوا أيضا بنفس المرض، وعند الكشف على أدمغتهم أيضا لوحظت نفس الثقوب التي وجدت على أدمغة تلك الأبقار وقبلها الخراف. وسمي هذا المرض لدى البشر مرض كريتسفيلد جاكوب. حاول العلماء جاهدين اكتشاف العامل الذي يسبب هذا المرض، ولكنهم لم يعرفوا ما هو هذا العامل الذي يسبب هذا المرض. ولكن عند تفكيرك في هذه المأساة تدرك بأن خرق قوانين الطبيعة هو سبب ذلك المرض. ومع هذا فقد استنتج بعض العلماء بأن هنالك جزيء واحد من البروتين يسمى باريون، وليس كائنا حيا على الإطلاق، والباريونات مقاومة للحرارة على ما يبدو، لأنه عندما انتقل هذا الباريون إلى الإنسان تم طهي ذلك اللحم الذي وجد فيه الباريون، وأدى هذا المرض إلى وفاة 20 إنسان، وقد تم قتل ملايين الأبقار وحرقها لإنهاء هذه المأساة التي خلقها الإنسان. وقد تم حظر تلك الحبوب البروتينية التي كانت تقدم لتلك المواشي بعد اكتشافهم أن هذه الأقراص هي المسبب لهذا المرض. وليستفيد الإنسان وينجو من هذه الأمراض الناجمة عن خرق حدود الطبيعة التي سنها الله في هذه الحياة سبحانه وتعالى. شكرا لحسن متابعتكم، وليصلكم كل جديد اضغط على اشتراك.